يا جماعه انا اتبسطت قوي وتجربه ممكن اكررها تاني عادي، مش مشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده الجزء الثاني من الفيديو بتاع امبارح واحنا في راس البر، فهكمل لكم الفيديو. قبل بقى ما نبتدي ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وبسم الله، وما تنسوش تحطوا لايك وشير للفيديو واشتراك كمان في القناه لو لسه ما اشتركتوش. يلا بينا نقول بسم الله. قعدنا في الجربي لغايه بالليل، والقط اللي انتوا شفتوه ده جوز القطه اللي كانت في الفيديو بتاع امبارح، وعندها قطتين شبهها وقط شبهه. وطلع القطط الرجاله فعلا شخصيته زي سمير، طيبين وحنينين وبيستنوا لغايه لما تخلص اكله وبعدين هو ياكل. شربنا قهوه كمان، بس القهوه بصراحه كانت مره قوي، يعني هي القهوه مره بس دي كانت مره بزياده، مش عارفه ليه ما عجبتنيش. بس يعني كانت كويسه نوعا ما، بس ما اتمزجتش منها، يعني كانت طعمها غريب. حتى انا قلت يمكن انا غلطانه، بس فعلا برضو ما عجبتش علي. طعمها ايه؟ الماما دي اختفت من مرة قوي؟ 13 يوم، مرة جدا. طعمها حلو سبحان الله. هي الشنطة دي لون هي اصلا كتير شوية سخنة ايه كده. طعمها ايه؟ اصله فنجان مبلول واسع. طعمها مر؟ طعمها قهوه. طعمها مبلول. بصوا بقى، فوجئنا ببنتها شكلها بالظبط يا حبيبتي رفيعه زيها، وعماله تاكل في الاكل اللي واقع في الرمل، فصعبت عليا قوي. وبعدين خافت مني لما شافتني، راحت جاريه بعيد وراحت تاكل هناك. بصوا يعني بتاكل من الرمل. حطيت اكل كده في على الورقه الفويل دي. وبعدين هي بقى جت شويه شويه كده جت، فحاولت ان انا احسس عليها، بس والله من بعيد، يعني حطيت ايدي من بعيد فهي خافت مني، بس كانت قمر قوي والله. شوفوا ظهروا بس بالليل وقعدوا ياكلوا، كانت مامتهم مخبياهم، وبالليل ظهروا مش عارفه كانوا بيستخبوا فين، كانوا نايمين تقريبا، ولا ما صحيوا من النوم جم علشان ياكلوا. اتنين شبه دي منها اتنين، وواحده سودا زي باباها برضو، سودا في ابيض، كلهم حلوين. انا رايحه اسوق عجله يا جماعه، دلوقتي رايحين علشان انا رايحه اسوق عجله، اروح اسوق عجلات. تسوقني عجله يا جماعه؟ انا قايمه علشان هروح اركب عجل غصب عنهم. احنا كده هنروح بقى نركب العربيه علشان نروح النيل. هما ورايا ونور قدامي. هو علي اقترح علينا ان احنا نروح الاول اللسان، ومن اللسان هنروح النيل. فاحنا بقى دي كل الكازينوهات اللي موجوده على الجربي، ولقيت هناك حمدي شلبي فتح هناك. هتشوفوه دلوقتي. بصوا المحمدي، قصدي حمدي شلبي ايه، المحمدي سوري، فعملت كده المحمدي. فدي كل الكازينوهات اللي هناك على الجبل. بعد كده بقى هنروح علشان نتمشى كده على اللسان، وهنروح كمان الملاهي. ده 130 جنيه. راس البر انا بالنسبه لي راس البر واحنا اصغر من كده كانت اكبر من كده، مش عارفه بقت ولا بقت زحمه قوي. احنا غلطنا كمان ان احنا رحنا يوم الجمعه، كان يوم مزدحم جدا وما كانش في مكان، بس الحمد لله الجربي كان فاضي شويه يعني. انما بقى النيل والبتاع عند المحلات واللسان والبلاج صعب قوي، اللي على البحر يعني كانت صعبه جدا. فانا دلوقتي بنتمشى يا جماعه. بصوا دي راس البر. هي مش عارفه، حاسه ان هي مختلفه شويه، صغرت شويه، مش عارفه فيها ايه. وانا صغيره كنت انا بحب اروحها قوي، انا بحب راس البر اصلا، بس حسيتها متغيره مش عارفه فيها ايه. ده فندق عمر الخيام. زحمه قوي يا جماعه، زحمه بجد، مش عارفين نركب العربيه فين. علي ركن العربيه الحمد لله، وهنروح بقى نمشي على رجلينا عشان نروح النيل. ده فندق عمر الخيام. احنا ركننا العربيه بعيد شويه، وبعدين هنروح النيل لان فرح كانت عايزه تشتري شويه حاجات، فده من اول النيل بقى من الاخر، يعني من الاخر، وبعدين هنروح اوله وبعدين هنرجعوا تاني. زحمه قوي قوي، زحمه جدا جدا يا جماعه. انا رايحه اركب دي انا وفرح.
واحنا قاعدين كان في ناس راكبين فيها، فقلنا بقى نركب احنا كمان بما ان الدنيا زحمه قوي كده ومش هعرف اركب عجل النهارده. مستنيه بقى لما الراجل يشغلها وما تشوفوني راح يصورني من بعيد. خايفه؟ فرح خايفه شوية. انا مش خايفه على فكره. انا انبسطت، بصراحه يعني حلو. يا جماعه انا انبسطت قوي وتجربه ممكن اكررها تاني عادي مش مشكله. بصراحه انا اتبسطت. اتبسطت قوي وكنت حاسه ان انا بجري، جات لي هستيريا الضحك، كلهم كانوا عمالين يصوتوا وانا كنت عماله اضحك علشان نروح نركب العربيه وفرحت اشتري شويه حاجات من على النيل. نور بيقول مفيش شراء. مش عايزة تجيبي عجلة؟ واحنا ماشيين لقينا خد الجميل، بس رجعت له تاني عشان اصوره، لقيتها نص خد الجميل لان كانت التفاحه معموله نص بس بالكراميل الاحمر. احنا اتمشينا النيل كله ومشينا على اللسان وبعدين رجعنا تاني عشان بقى نشتري شويه حاجات. ففرح كانت عايزه تشتري اسيتون ومانيكير. كان الاسعار زي منصوره بالظبط، بس بما ان احنا موجودين ولقينا، لان انا كنت الاسيتون بتاعي خلص فقلت اشتري. وكان الاسيتون بقى محتاره فيه، انا ما اشتريتش، انا كنت عامله بس اوريكم الالوان، كنت محتاره فيه اجيب بريحه ايه، فكل الروائح ما كانتش عجباني، فيه بالموز وفيه باللبان وفيه مش عارفه بالتوت، فجبت في الاخر تقريبا باللبان، بريحه اللبان، مش عارفه بقى، مش فاكره والله. جبت ده، هو ده اللي انا جبته، فده اللي انا اشتريته. فراح اشتريت لنفسها واحد عشان كل واحد يكون عنده واحد في اوضته يعني. فدي بقى المانيكيرات هناك في حاجات رخيصه وحاجات غاليه، في ب15 جنيه، في ب60 جنيه على حسب بقى. بس واشترينا ورحنا نكمل تمشيه. جايين من المنصوره راس البر عشان نشتري اسيتون. احنا هنا يا جماعه في محل لعب عشان الولد بيجيبوا لعب. عجبتني العلبه دي بس مطبقه، بصي مطبقه من هنا اهي. بصوا يا جماعه، لقيت دي فعجبتني قلت اشتريها واستعيد ذكريات الطفوله. جيت اجربها راحت مكسوره قبل ما امشي من عند الراجل والله، بس كنت اشتريتها خلاص. بعدين دخلنا المحل ده، فكرت اجيب مدخل، لقيت حاجه زي المدخل كده ادخل اشوف. مدايا في العروض 7:30 12:30 و10 مدايا. خلاص يا جماعه خلصنا، بس كان نفسي اركب عجل بس كانت الدنيا زحمه قوي. احنا كده خلصنا وخارجين من راس البر، وبعدين هنفوت على دمياط الجديده وبعدين هنروح المنصوره. اليوم كان جميل بصراحه، بس كان ناقصه ان انا اركب عجله، نفسي اركب عجله. انا ما ركبتش عجله من ايام ما فرح تقريبا كان عندها 3 سنين، فمن زمان، فانا نفسي اركب عجل قوي. ان شاء الله المره الجايه اركب عجل ان شاء الله. اكتر حاجه عجبتني بقى في الخروجه دي القطط، صعبوا عليا قوي بصراحه، وحسيت ان انا سايبه نيلي وسمير في البيت ولقيت نيلي وسمير بره البيت. القطه مسيطره عليه بطريقه، يعني بطريقه غريبه جدا، يعني بيخاف منها، بيستناها تاكل. احنا كده دلوقتي يا جماعه وصلنا المنصوره، بلدنا كانت زحمه قوي، وصلنا تقريبا الساعه 2:30 3 الا ربع حاجه كده. وشايفين الدنيا زحمه ازاي، والشباب واقفين كل ده عند الجامعه. كانت زحمه جدا برضو. فدي بقى المنصوره بلدنا بقى، وهنروح. الولاد ما كانوش عايزين يروحوا لدرجه ان علي قعد يلففنا شويه قبل ما نروح، قعد يقول لنا الففكم كمان الففكم كمان. قلت له لا كفايه كده بقى، ده الساعه كام، لازم نروح، لان احنا بنصحى بدري يعني، وانا اصلا انا كمان بصحى بدري. فروحنا متاخر جدا. ودي بقى المنصوره بلدنا يا جماعه. المنصوره في الضلمه بالليل، شايفين شكلها عامل ازاي.
بس بصراحة اليوم كان حلو جدا. بس انا نصيحتي بقى ليكم ولا تروحوا يوم الخميس ولا الجمعة، لان فعلا زحمة ومش هتستمتعوا غير فتح الله برضو هنعدي عليه دلوقتي. مش هتستمتعوا غير بالجربي بس. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى تدعموا الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.